اهلا بيكم. فيديو جديد سريع جدا من غير تجهيز كتير ومن غير اديت كتير ان شاء الله. عايز بس اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. زي ما عنوان الفيديو بيبين كده ان احنا عايزين نتكلم عن ازاي بتلاقي شغل ريموتلي او بتلاقي شغل في مكان كبير شويه، بيج تك كومباني، شركه تقنيه كبيره شويه. يعني الحكايه وما فيها يمكن معظم الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي يكونوا شافوا الحلقه اللي كان عملها باشمهندس محمد شريف مع باشمهندس عمرو السلوكي. المنظمه اسمها مناره، الكلام ده كان من حوالي اسبوعين تقريبا. كانوا بيتكلموا عن منارة والمنظمة بتعمل ايه والخدمات زي ما هنشوف كمان شوية. والحقيقة هم تواصلوا معايا انا كمان واتكلموا معايا ان انا يعني اعمل ريفيو كده للمنظمة بتاعتهم وللبلاتفورم، واشوف لو عجبني الموضوع ان انا يعني اعمل لهم زي بروموشن عشان الناس تشوف الموضوع ده. وديسكليمر كده، انا ما خدتش ولا مليم في الموضوع ده، يعني ده مش سبونسرد فيديو ولا اي حاجة. لو عجبكم اللي هم بيعملوه سجلوا، ما عجبكوش على الاقل خدوا فكرة يعني. هسيب لكم اللينكات كلها ان شاء الله لكل حاجه هتكلم فيها النهارده تحت الفيديو ده. فسريعا كده عايز اتكلم في ايه اللي بيخلي حد هايرابل، يكون جاهز لان هو الناس تعمله هايرنج. في حاجات كتير، اهمها طبعا هو ان يكون تقنيا كويس. عشان تكون تقنيا كويس انت محتاج تعمل حاجات كتير، بس الحاجات دي سهله ان انت تكسبها مع الوقت، زي انك تتعلم الجوريثم، تتعلم داتا ستراكشر، تحل مسائل كتير جدا على ليد كود بقى، ولا اي يعني بلاتفورمز اللي بتحل عليها مسائل ديت. ودلوقتي في محتوى حتى بالعربي، يمكن شفنا ريسنتلي كذا حد بيعمل محتوى بروبلم سولفنج على اليوتيوب وعلى تويتر بيشيروا. فدي حاجات لطيفه جدا تقدر تحصل. انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان مش ده الحاجه اللي بتوقف الناس انها تشتغل في شركه كبيره. اللي بيوقف الناس انها تشتغل في شركه كبيره حاجه من اتنين: يا اما ان هم يكونوا مش جاهزين كسوفت سكيلز، ان هم ازاي يليدوا ناس، ازاي ان هم ينظموا وقتهم، ازاي ان هم يتعاملوا مع حد مش تقني ويوصلوا المعلومه، ازاي ان هم يعملوا برزنتيشنز. دي حاجات بتعطل، ده كله سوفت سكيلز. وحاجات تانية طبعا، الحاجه التانية هو انه مش عارف ازاي يهانت الشغلانه دي. طبعا في البيك تك كومبانيز تحديدا لما بيفتح في شغلانه معينه تلاقي في الاف قدموا عليه، فطبعا انت عشان تبقى شورت ليستد لازم تبقى جامد جدا. او الحاجه التانية بقى هو انك يكون عندك ريفيرال جوه الشركه دي، عارف حد شخصيا، والحد ده بيخش على السيستم داخليا يقول لهم انا عارف الشخص ده، فممكن ان احنا نعمله شورت ليست. فبدل ما تبقى انت بيختاروك من وسط 1000 مثلا، يختاروك من وسط 100، فانت فرصتك بتكون احسن شويه. ودي الحاجه اللي انا عايز اركز عليها من خلال الكلام اللي انا عايز اقوله النهارده. طيب انا كتبت على تويتر من كام يوم كده ان انا الناس بتدور ازاي على شغل على النت في مصر، سواء ريموتلي او بيدوروا على حاجه يشتغلوا فيها ريلوكيشن. فكتب لي شويه حاجات لطيفه قوي زي ما انتم شايفين كده، حاجات لذيذه الناس كتبتها. في حاجات طبعا انا كنت بستعملها قبل كده، وفي حاجات اول مره اسمع عنها بصراحه، بس واضح ان هي فيها شغل كويس، فوجيه ان احنا الناس تبص عليه. سريعا كده، اللي انا عارفه ان الناس في مصر مثلا بيستعملوا موقع زي وظف، تكتب فيه انت عايز تشتغل ايه. فمثلا لو قلت مثلا عايز اشتغل كلاود انجينير وعملت سيرش، معرفش وظف هيكون في حاجات لها علاقه بالكلاود، في كلاود سوليوشن بروجكت كوردينيتور وغيره. طبعا كل الشغلانات دي جوه مصر، فلو حد بيتفرج عليا مش من عايش في مصر او من دول عربيه مختلفه، تقريبا انا معرفش وظف اذا كان بيوظف حد من بره مصر ولا لا، بس هو بيقول ان هو in Egypt and the MENA region. فلو في شركه من الشركات بتبوست الشغل بتاعها على وظف، تهيألي انت هتلاقيه برضو على وظف. السايت ده اسمه وظف دوت نت. انا بصراحه انا شخصيا عمري ما استعملته، لكن انا كنت عارف انه موجود من زمان، وفي ناس كتير بتستعمله، وفي شركات كتير اللوكالي جوه مصر بتستعمله وبتوظف من عليه. وموضوع بسيط بقى، انك تعمل بروفايل، ومن خلال البروفايل دوت تشوف اذا كنت انت ماتشنج للبروفايلز ديت ولا لا، وبتعمل ابلاي وخلاص هم بيتواصلوا معاك لو انت ماتشنج. دي من الحاجات اللي كانت سجستد وكانت لطيفه جدا. حاجه تانية كانت سجستد كان السايت بتاع جلاس دور. انا جلاس دور بتاعي، يعني انا عندي انا شخصيا مثلا بعتبر ان جلاس دور ده عامل زي تريب ادفايزر بس بالنسبه للشغلانات. انا بدخل عليه اشوف ريفيوز، اشوف اسئله انترفيوز ساعات عشان اخد فكره الشركات دي بتعمل ايه، اشوف سالاريز برضو لو عايز اعرف رينج السالاريز في الشركات معينه عامله ازاي. فده مثلا بروفايل بتاع جوجل، انت ممكن تدخل على بروفايلز مش بس تسيرش على شغل، هتلاقي مثلا عندهم 55,000 ريفيو، هتخش عليه يعني الريفيوز، خلينا ناخد فكره برضو. يعني تلاقي فيه هنا ريفيوز مكتوبه انت ايه الحاجه الكويسه وايه الحاجه اللي مش كويسه. مثلا عندهم جود سالاري وورك فروم هوم، اللي مش كويسه بيقول لك ما فيش حاجه اكسبنسيف رينت ان سيتي، عشان ده اللوكيشن بتاعه في امستردام. طبعا هو اللوكيشن باين ان هو امستردام عشان عايش في هولندا، فهيبان بالنسبه لك حاجه تانية ممكن. وبعدين ممكن تلاقي كمان انك ممكن تفلتر باللوكيشن. بس anyway يعني في فوتوز، في حاجات كتير انت ممكن تشوفها هنا. في فاكانسيز كمان لو فتحت هنا هتلاقي ان دي فاكانسيز مثلا قريبه مني انا في اللوكيشن،
فدي في حته اسمها خرونيجن من 16 يوم وهكذا. فانت لو ضغطت عليها هتلاقي بقى الفاكانسي نفسها، وتقدر انك تابلاي بعد كده بالطريقه اللي عاجباك. زي ما قلت لكم بستعمله بس از ريفيو. فدي جوب بصوا عليه، ده برضو از ان اوبشن. زمان كان في حاجه لطيفه قوي انا استعملتها بس ما عادش موجوده، كان اسمها ستاك اوفر فلو جوبز. انا كنت بستعمله ان انا اشوف الشغلانات اللي موجوده في اوروبا الحقيقه. ويمكن اول شغل جالي في اوروبا جالي من على ستاك اوفر فلو جوبز، بس ده ما عادش موجود من ساعه ما مايكروسوفت اشترت لينكدين واشترت ستاك اوفر فلو، فلغوا الجوبز دي عشان يخلوا لينكدين هو الرئيسي يعني. وده ياخدنا لفكره لينكدين بالنسبه لي يعني في اخر 4 شغلانات تقريبا اي واز جيت هانتد، يعني هيد هانتد من الشركه بتاعتي، شركه تانية كلموني من على لينكدين. الهيد هانتنج هو ببساطه ان حد بيدور على تالنت معينه فيدخل يلاقيها، فيروح يقول له تعالى هعمل معانا انترفيوز لو انت متاح، ويديله سالري كويس فيغري ان هو يروح، او يكون مش انترستد فيقول له لا انا مش انترستد. انا عملت لينكدين تقريبا من سنه 2008 او 2009، انا اكتب عليه من زمان جدا، بحط عليه كل حاجه تخصني تخص الشغل تحديدا. فانت يعني حاول تظبط السي في بتاعك على لينكدين. باي تايم الناس كلها حتى يعني كاتبه على الثريد بتاع تويتر باي تايم، انت الناس هم اللي هيتواصلوا معاك مش انت اللي هتتواصل معاهم. وده عن تجربه شخصيه، ده بيحصل معايا، وده اللي حصل معايا بعد اول 3 شغلانات ولا حاجه انا اللي كنت بروح ابلاي. من بعدها تقريبا معظم الشغل اللي كان بيجي لي عن طريق ان الريكروترز هم اللي بيتواصلوا معايا، عشان السي في بتاعك بقى كويس وبقى يعني في ريتش محترم يعني. طبعا لو ضغطت على جوبز في لينكدين بيجيب لك البريفرنسز بتاعتك بيزد على البروفايل، وطبعا تقدر تابلاي دايركتلي من خلال البروفايل بتاعك على لينكدين. يمكن انا مش مهتم قوي بده زي ما قلت لكم عشان الناس كانت هي اللي بتتواصل معايا. احيانا ببقى عندي فضول اعرف الدنيا عامله ازاي في الليفل بتاعي دلوقتي. شوف جرب، مش هتخسر حاجه. وتظبيط اللينكدين بتاعك كده هيفيدك على اللونج تيرم، وبيكون زي هيستوري كده للكارير بتاعك، انا كنت فين وعملت ايه. وطبعا مع الوقت كل ما تشتغل في حته بيكون في حاجه اسمها ريكومنديشنز تقدر تطلبها من الناس اللي اشتغلوا معاك، ده بيفيد جدا، نفعني في كذا شغلانه قبل كده. هتلاقي هنا طبعا في شغل فولنتيرز كمان ممكن تضيفه. فهنا مثلا اي ريسيفد 17 ريكومنديشن من ناس مختلفه، ده فادني كتير جدا، بيخلي السي في بتاعك او اللينكدين بروفايل بتاعك قوي اكتر شويه لما حد بيتواصل معاك، ويمكن ده من الاسباب اللي خلاهم يتواصلوا معايا in the first place يعني. طيب السايت اللي بعد كده اسمه انديد، من السايتات اللطيفه. انا جربته قبل كده برضو، ما قدمتش من عليه، بس كان بيبقى عندي فضول اعرف الشركات معينه الشغل اللي مفتوح فيها عامل ازاي، فبدخل اتفرج هم طالبين ايه. فبتكتب ببساطه هنا انت هيشتغل ايه، او يعني مثلا لو قلت فرونت اند مثلا وسيرشيت في امستردام هتلاقي طلع لك كل الفرونت اند انجينير. تقريبا تحس ان هو اليوزر اكسبيرينس بتاع كل السايتس بتاعت الجوبس نفس الشكل. عندك ليست هنا على الشمال، وعلى اليمين تضغط عليها يفتح لك الليست على اليمين وتقدم بزرار يعني. برضو هنا بتعمل بروفايل بيج ليك وبيعمل لك ماتشنج، وبتقدم بضغطة زرار واحد. انديد لطيف، الحلاوه بتاعته ان هو مش معتمد على لوكيشن معين، تقدر تقدم على الشركات بره مصر سواء في اوروبا او في امريكا. في امريكا تحديدا كان بيبقى فيها فرص كتير من على انديد، ودي الميزه بتاعتها. ما عنديش فكره في الخليج انديد ممكن يكون بيستعمل ولا لا، بس اكيد يعني بيستعمل. انا كتبت هنا مثلا دبي مثلا، لا مفيش اي حاجه، لا مفيش حاجه في دبي، فما عنديش فكره. جايز مفيش شغل في دبي على انديد، بس اكيد في سايتس تانية للخليج. فانديد برضو اي هايلي ريكومندد، انت مش هتخسر حاجه لو انت بتدور على شغل بره مصر او ريموت. انديد اتذكر كذا مره في البوست بتاع اكس او تويتر بتاعي، وانا اي هايلي ريكومندد يعني، جربت حاجه شبه كده. برضو حد عمل بوست لحاجه لطيفه قوي، حد مصري عملها اسمها ريلوكيت ويز اس. انت ممكن تسجل اصلا بالايميل بتاعك، وهو بيبعت لك كده فيد كل شويه بالحاجات اللي موجوده عندهم. however في نفس الوقت انت ممكن سيرش. فمثلا هنا عامل لك كويك سيرشز، فلو قلت له مثلا عايز اروح as front end engineer مثلا، بيجيب لك الشغلانات اللي متاحه عندهم واللوكيشن بتاعها. فدي حاجات بيقول لك مثلا ايه ده فول تايم. اعتقد ان ده ريلوكيت ويز اس، يبقى ده انت يعني في الغالب هيكون سفر. ما عنديش فكره اذا كان هما بيمنحوا كمان فكره الريموت ولا لا، بس اعتقد بيبقى فيه شغلانات مكتوب عليها ان هي ريموت يعني. هنا ده السايت بتاع الشركه، لو انت عايز تبوست جوب بالتالي ان ده يعني فولي فري، فانت برضو مستفيد من القصه ديت. الناس محتاجه تعمل مينتيننس للزرار ده. فبرضو ده من الحاجات اللطيفه.
وعندهم تويتر ولينكدين، ممكن تعمل لهم فولو برضو. السايت ده اسمه relocateWithUs.github.io، هو hosted for free كمان، فكتر خيرهم ان هم عاملين available فيه 800 شغلانه available ريموت، فجرب حظك مش تخسر حاجه. في حد رشح حاجه اسمها Imagine Foundation تقريبا تحديدا، يعني بتجيب ناس لالمانيا. انا ما عنديش فكره برضو، انا يعني اي دون ريكومندد، ما جربتهاش قبل كده، بس الناس كتبتها في الثريد اللي انا شفته على تويتر. فبرضه دي فرصه لطيفه لو انت بتدور على شغل ريموت. هسيب لكم كل اللينكات دي، يعني مش مضطر انك تكتبها بايدك، اسمها joinimagine.com، بس هكتب لك كل اللينكات في الديسكربشن. برضه في حد كتب سايت اسمه فرصنا، بس I think فرصنا مش بتاع تكنيكال بيبل اكتر، ناحيه اي شغلانه تانية زي مندوب مبيعات او كاستمر سيرفيس او اي حاجه، مش يعني قصدي ان هو مش متخصص قوي في السوفت وير انجينيرز. السايتس التانية كلها متخصصه اكتر. however انت ممكن تلاقي في حد بيكتب هنا ان هو عايز سوفت وير انجينير، ما عنديش فكره اذا كان ده ممكن يحصل، بس ممكن شركه تكون بتعلن هنا مثلا عن النون تك جوبز، فيقول لك احط هنا التيك جوبز كمان، فانا ما عنديش فكره، بس جرب. فرصنا ده شكله فيري سبيسيفيك لمصر، ومكتوب الموقع رقم 1 للوظائف. طبعا كل حد بيقول على نفسه الموقع رقم 1، بس يعني جرب مش تخسر حاجه. في عندك 2000 almost 2500 وظيفه خاليه، فبرضه بص عليه. برضه في سايت لطيف اسمه تالنتس ارينا، طبعا الى حد كبير معروف دلوقتي السايت ده عشان بيعملوا ايفنت كل سنه. ده سايت برضو عندهم ما شاء الله يعني بارتنرشيب مع ناس كتير من معروفين في التيك سين دلوقتي حالا، وطلبات وفوري ومايكروسوفت ويعني والعربي، في شركات كتير كويسه وكبيره نسبيا. عندهم الهدف بتاعهم تقريبا نفس الفكره، ان هو يوصل الناس اللي بتدور على شغل مع الناس اللي بيدوروا على تالنتس. ويعني مكتوب هنا ان هم برضو ممكن يدربوا الناس ويديهم ماتيريالز عشان يذاكروا وهكذا. غالبا بيكون فري من ناحيه التقنيين نفسهم، يعني انت ما بتدفعش حاجه في الموضوع دوت، بتسجل وبعد ما تسجل هم بيتواصلوا. ده على حد علمي. كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها ديت حاجات لطيفه وجميله وانت ممكن تجربها بنفسك. however انت دلوقتي لازم تبقى قبل الحاجات دي كلها تكون انت جاهز انت بنفسك. انت من الناس دي مش بتاخدك من ايدك كده، يعني تقول لك ايه تعالى انت ما تعرفش اي حاجه هنعرفك كل حاجه وندخلك الليله دي. خلينا نظن ان انت عايز تروح بيج تك كامباني مثلا ميتا ولا جوجل ولا شركه من الشركات الكبيره يعني البيج تك. طب هتروح ازاي؟ في طرق سهله وبسيطه ممكن تعملها انت مع نفسك. اولا انت لازم تكون تقنيا كويس جدا، انك تقعد تحل مسائل مثلا ليد كود، تعرف الجوريزمز كويس جدا، تعرف بروبلم سولفنج حلو جدا، وبالتالي هتبقى انت جاهز تقنيا. وتجمد نفسك كمان في الجزء بتاع السوفت سكيلز، وده هتكتسبه مع الوقت. لازم تقرا كتير عن الموضوع ده وتتعلم ازاي تتصرف في مواقف زي دي، ويكون عندك اكسبيرينس كويس. بعد ما بتخلص الحاجات ديت بيكون في حاجه لطيفه قوي، في 2 سايتس انا بريكومندهم، سايت اسمه interviewing.io وسايت اسمه brand.com. التو سايتس دولت بيقدروا يعملوا لك موك انترفيوز. لما تكون انت جاهز ورايح تعمل انترفيو مثلا في جوجل مثلا، بتدخل هنا تقول انا عايز اعمل انترفيوز مع جوجل انجينير، فهم بيجيبوا لك ريل جوجل انجينير يعمل لك انترفيو. بس طبعا هو السايت مش فري، انت بتدفع فلوس مقابل عدد معين من السيشنز. لما بتعمل السيشنز ديت بتبقى انت جاهز، نجحت او سقطت انت بتستفيد بان انت بتعرف انت جاهز ولا مش جاهز، وبتشتغل الحاجات اللي ناقصاك قبل ما تروح الريل انترفيو. لانك لو رحت الريل انترفيو ما اتقبلتش بتضطر انك تستنى على حسب السيستم بتاع الشركه يا 6 شهور يا اما سنه عشان تقدم مره ثانيه. برامب نفس الموضوع، بتقدر تعمل الموضوع ده هوت ان انت في ناس راندم بيدخلوا يعملوا موك انترفيوز مع ناس مختلفه. انت ممكن تبقى انترفيور وممكن تبقى انترفيوي، بس برضو من الحاجات المهمه جدا 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 ممكن انك تقول لهم ان انا عايز اقدم في شركه معينه، فالشركه المعينه ديت تجيب لك حد يكون شغال جوه الشركه ديت يعمل لك انترفيو، او تفلتر انت بنفسك مين اللي بيعمل لك انترفيو، فتبقى انت جاهز اكتر شويه. الحاجتين دولت التو سايتس دولت لطاف جدا، وممكن تدخل حتى على اليوتيوب تكتب اسم السايت وتقول انترفيوز، فهتلاقي على اليوتيوب حتى فيديوز لناس معمول لهم انترفيو بس بشكل انونيمس، يعني محدش قايل اسمه، بس بيقول لك ان هو ده موك انترفيو لجوجل انجينير مثلا، ده موك انترفيو لميتا انجينير. الفرجه على الفيديوهات ديت في حد ذاتها انا وجهه نظري ان هي مفيده جدا يعني. طيب اخر حاجه قبل ما نبص على مناره، في حاجه لطيفه قوي على جيت هاب اسمها كودينج انترفيو يونيفرسيتي. ده ريبو من زمان جدا موجود، يمكن في لو لاحظتوا في حاجات بقى لها سنتين ما اتغيرتش، يعني مديلك
بقولك يونيفرسيتي، يعني لو بصيت على حجم السكرول في كميه لينكات وكميه ريسورسز انك تجهز نفسك عشان تعمل كودينج انترفيو في البيج تك كومبانيز عنيفه. انت لو مشيت على الليسته ديت طبعا شغل كتير بس ريوردنج اعتقد في الاخر. فانت شوف انا كل ده عمال بسكرول ما جبتش اخر الصفحه يعني. فبيقولك دي جامعه الكودينج انترفيو. انت لو اشتغلت على نفسك على ده most probably هتقدر ان انت تروح تشتغل بسهوله في اي مكان. برضو نسيت اقول لكم في لينكدين لما تضغط على جوبز مش بس بيجيب لك جوبز، في ماي جوبز هنا في بريفرنسز وفي حاجه اسمها انترفيو بريبريشن. لو ضغطت عليها في هنا شويه كورسز وشويه حاجات تقدر انك تاخدهم عشان خاطر تتست نفسك انت تمام ولا لا. فمثلا بيقول لك ده مثلا براكتس tell me about yourself، ده اول سؤال بتتساله كده كده في اي انترفيو. في مثلا 17 مليون واحد viewed this question وهكذا. يعني في شويه حاجات ممكن حتى تاخد الاسئله نفسها لو هي مش مفتوحه وتجاوبها مع نفسك وتشوف انت ممكن تجهز ازاي. نيجي بقى لمناره. انا عملت عليهم اكونت وبصيت على الدنيا عندهم عامله ازاي. مبدئيا هي مناره زي كومباينيشن ما بين كل الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده دي. اجين انا اللي عملته ان انا عملت اكونت، استنيت ويتنج ليست، عملوا لي ابروف، فدخلت بصيت عليها هم عاملين ايه جوه. عندهم حاجه اسمها ليرنينج. بعد ما انت بتتقابل على طول تدخل على الليرنينج بتلاقي ان في شويه كلاسز كده ممكن تاخدها. فلو بدأنا مثلا باول كلاس، وده اللي انا زي ما قلت لكم في مشكلتين عندنا في التك عشان تروح شركه كبيره، هي الريفيرال من ناحيه ومن الناحيه الثانيه السوفت سكيلز. فلو دخلنا هنا مثلا على لاندنج جوب ات ا جلوبال تك كومباني هتلاقي الموضوع متاخد لك بقى بالترتيب واحده واحده، مرتب لك الدنيا. كل الحاجات دي عارف تعملها من غير مناره؟ طبعا. بس هل مترتبه كده؟ انا بصراحه يعني برتب انا حاجتي بنفسي، بس ما كانش في بلاتفورم زي ديت قبل كده ممكن تساعدني في ان انا ارتب افكاري بالشكل ده. فمثلا الكورس الاولاني تكنيكال انترفيوينج سكيلز، ده بيديك شويه تيبس اند تريكس ازاي انك ممكن تجهز الانترفيو التكنيكال انترفيو. في عندك بيزك تكنيكال سكيلز فور جوب انترفيوز. طبعا الانترفيوز في حد ذاتها هي سكيل مختلفه عن الشغل، فانت محتاج انك تتعلم ده برضو. ده 20 ساعه، ده مش قليل انا عارف، بس انت محتاج انك تشتغل على نفسك في ده. behavior skills for job interviews برضو محتاج تعملها. في حاجه English assessment محتاج تعمله. طبعا هو required انك لازم تكون في ليفل معين من الانجليش. هنت برضو لما اتكلمت مع عمرو عرفت ان هم مش بياخدوا يعني حد يكون ما اشتغلش خالص قبل كده ونشغله، لا هم عندهم الفكره ان حد يكون شغال جونيور وعايز يابليفت الليفل او يروح شركه كبيره او بس يكون عنده شويه اكسبيرينس مع الشغل، ولازم يكون عنده انجلش كويس بحيث ان هو يعرف يشتغل في شركه بيج تك. هم مش هيقبلوا حد بيتكلم عربي بس، في الغالب لازم يبقى عنده انجلش وانجلش كويس. فعندهم ده برضو فري. اول ما انت تفتح بتاخد التكس الانجلش اسسمنت، تعرف انت في انهي ليفل، وبناء عليه هم بيقدروا ان هم يساعدوك. بعد كده بقى تخش في ادفانسد تكنيكال سكيلز فور جلوبال تك كومبانيز. لما تعدي كل اللي فات ده هتخش في ادفانسد بيهيفير سكيلز. بعد كده في ادفانسد ليد كود بروبلم سولفينج. بعد ده كله بقى بروفايل ريفيو باي مناره ستاف. ساعتها هم بيشوفوا البروفايل بتاعك انت جاهز انك تقدم في شركه من البيج تك ولا لا. وبعد كده يقول لك انت هتبراكتس تكنيكال انترفيوز مع اكسبرت. فاكرين برامب وانترفيوينج اي او؟ هو حاجه زيها بس جوه مناره بقى. الميزه في مناره ايه؟ اول حاجه ان هي فولي فري يعني ده الحاجه اللي عجباني جدا، ان هو محدش مضطر انه هيدفع فلوس في الموضوع ده. هو بروجرام فور فري، والهدف بتاعه الاساسي اكتر حاجه برضو عجبتني في الموضوع ان هو الهدف نبيل. يعني واحده من الفاوندرز اصلا هي فلسطينيه، وكانت واجهت صعوبه في ان هي توصل لبيج تك كومبانيز، فقررت انها تعمل المنظمه ديت غير ربحيه بحيث ان هي في النهايه تساعد ناس من الميدل ايست ان هم يقدروا يوصلوا لشركات من الشركات الكبيره دي. وتو ماي نوليدج ان هم ساعدوا حوالي 300 واحد لغايه دلوقتي يروحوا شركات من البيج تك في امريكا، منهم يعني شركات اللي في جوجل واللي في ميتا وشركات كبيره يعني. ممكن تروح تقروا اكتر عن الموضوع ده. وفاينلي بيجيبوا ناس من الشركات دي اللي عايزين ناس يشتغلوا، يعملوا عندهم موك انترفيو وياخدوا فيدباك يدوه للشخص اللي شغال مع مناره، يبدا يشتغل على نفسه ويرجع يعمل انترفيو مره تانية. وفي الاخر في براكتس بيهيفير انترفيو مع اكسبرت. كل البروجرام ده زي ما قلت لك هو فور فري، بتاخده بالتدريج واحده بواحده، بس لازم في الاول انك تقدم تبقى في ويتنج ليست وهو بصوا على البروفايل بتاعك ويقبلوك
بعدها في براكتسنج انترفيو بيدولك في الاول شويه كريدت كده. انا عندي كريدت 33 بصراحه، لسه ما جربتش الفيتشر دي. بتعمل سكيدول انترفيو، فبتبدا انك تقول مثلا انا محتاج اكسبرت في حاجه معينه، الانترفيور يبقى عامل ازاي، في انهي شركه، وهكذا. وبتحط شويه بيانات. خلينا نجرب، والله انا ما جربتش. في بير تو بير، وفي فيرتشوال انترفيو، وفي ويز ان اكسبرت. انت ممكن كمان تعمل انترفيو مع حد مش لازم يكون اكسبرت. فلو قلت بير تو بير، نيكست، تكنيكال ولا بيهيفير، او التكنيكال مثلا، specific topic ولا any topic specific. في اوكي، في كل التوبكس تقريبا اللي انت محتاجها في التكنيكال انترفيو. فلو اخترت اي حاجه من دي say trees مثلا، ورحت جاي له next، هيقول لك ايه الافيلابيلتي. فبيقول لي اللوكيشن بتاعي، بيزد على اللوكيشن بتاعي انا هختار، وهم تقريبا هيشوفوا اللوكيشن، سوري التايم بتاعي، بيزد عليه هيختاروا اكسبرتس في المجال دوت يجي يعمل معايا انترفيو. انترستنج. في حاجه اسمها كوميونيتيز برضو، تقدر انك تخش مجرد ما انت بقيت في مناره. فده زي ديسكورد مفتوح كده للناس، تختار حاجات مختلفه. يعني مثلا انا في مناره ويتنج ليست دلوقتي في كوميونيتيز، عشان انا مش بارت من اي كوميونتي. ده لطيف، تدخل عليه تتكلم مع ناس في نفس البروجرام معاك. في هنا مثلا حوالي 2000 واحد دلوقتي. السكيل اسسمنت، في فري انجلش اسسمنت، ده برضو لطيف انك تاخده. فري سوفت سكيلز اسسمنت، فري كودينج اسسمنت. فانا شايف ان دي مكان سنترلايزد لطيف. في هنا مثلا الكومبانيز اللي هم شغالين معاه، اللي هو لما بيكون في اوبننج في الشركه من الشركات دي، بتكون البريوريتي دلوقتي لمناره. نرجع تاني لنفس الفكره، انت عندك سوفت سكيلز، ده بيتحسن سواء مع نفسك او حاجه منظمه زي مناره، او شركه زي تالنت ارينا، او شركه زي سكويدو. كلهم بيقولوا ان هم بيبروفايدوا موضوع الماتيريالز والحاجات دي. حسنت الموضوع ده. في حاجه تانية بتاعه الريفيرال ده بقى، في برضو الشركات دي كلها بتقدمه، ان انت لما انت تكون مسجل معاهم، يا ريت تسجل معاهم كلهم. لما يكون في اوبننج في شركه من الشركات دي وانت بيست فيت ليها، هم بيقدروا يعملوا لك زي ريفيرال كده، فتبقى انت بسرعه جدا شورت ليستد، وتبقى انت بتاخد الانترفيو اقرب من ناس تاني. عندهم اب وورك، عندهم شركه اسمها زينه، عندهم ريبلتس، عندهم نون، نيو ستور، ميتا، وهكذا. يعني في عندهم شركات معروفه الى حد كبير. فده بس يعني انا كنت حابب ان انا اخدك الاول في جوله سريعه في الحاجات كلها. تو مي بصراحه انا شايف ان دي فرصه عظيمه، كون ان ده حاجه فور فري وبتقدم لك خدمه زي دي. جيف ات ا جو. يعني هسيب لك لينك تحت الفيديو لو انت انتريستد جربه، وهسيب لك لينكات لكل الحاجات التانية اللي اتكلمت عليها برضو لو انت انتريستد جربها هي كمان. وخلينا نتكلم لو في اي حاجه من الحاجات دي يعني مش ماشيه معاك، فكك. يعني انت اهم حاجه بالنسبه لك ان انت تلاقي شغل يناسبك وبيديك الكومبنسيشن اللي انت عايزها وانت مرتاح فيه. زائد ان انت لو في اي حاجه تانية انت بتستعملها داي تو داي، او بتستعملها كل ما تيجي تدور على شغل، يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات، والناس ممكن تستفيد بيها هي كمان. خش بص على كل لينك من اللينكات اللي موجوده تحت الفيديو ده. اللي انت انترستد فيه سجل فيه، اللي مش انترستد فيه خد فكره، عشان تبقى انت عارف لو انت جاهز، او اول ما تبقى جاهز انك تقدم في شركه من الشركات الكبيره هتعمل ايه. استفيد بكل الماتيريالز المجانيه اللي متاحه ليك من كل الشركات المختلفه، ويعني استفيد بان ده فور فري. يعني الحاجات دي ما كانتش موجوده ايامينا يا جماعه واحنا صغيرين. والله حبيت ان انا بس اشير معاكم الحاجات دي. اسف ان انا طولت شويه، واتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو ده. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.